السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بقى يا جماعة فيديو جديد وجميل زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض القرص الطرية بتاعة الأفران اللي بالسكر والقرفة بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة خالص خالص موجودة في أي بيت. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنجيب كده طبق كبير، هنحط كوباية سمنة دافية، كوباية لبن دافية برضو، كوباية إلا ربع من المية الدافية، معلقة خميرة كبيرة، هنحط 4 معالق من السكر. اللي حابب يقلل عن كده طبعا دي حاجة بتاعتكم يعني. هنخلط بقى كويس الحاجات دي كلها مع بعضها. هنزل بقى بكيلو من الدقيق، عليه باكو من البيكنج باودر، شوية كده من الملح، وهخلط بقى كل الحاجات ديت مع بعضها. عايزة اقول حاجة هنا يا جماعة، اللي حابب يخلي المادة الدهنية نصها سمنة ونصها زيت دي حاجة بتاعتكم. حابين تخلوا السوائل كلها لبن او كلها مية دي حاجة بترجع لكم يعني. ديت حاجات ممكن احنا نبدل فيها براحتنا. انا لقيت ان هي محتاجة بقية الكوبايتين المية، جبتهم ربع كوباية وبعجن اهو زي ما انتوا شايفين. هعجن بقى كده لحد لما تديني كده عجينة مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي اهي، حلوة ولما اهي. اخدمها بس شوية وهسيبها تخمر وارجع اوريها لكم. بعد ما خمرت اهي، هجيب طبق كده كبير وهبدأ اني اقطع فيها كرات كده قد بعضها اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. الحقيقة في ناس بتقطع كده على الرخامة وتبدأ تكور، ولكن انا بقدر احكم الحجم شوية لما بعمل بالطريقة ديت، فكل واحد يقطع بالطريقة اللي تعجبه. انا هقطعهم بقى كلهم وهرجع اوريهولكم اهم. اهم حاجة بس اعرف انا بادئة منين. وجبت سكر وقرفة على بعض، اللي بيحب السكر لوحده بيقدر يحطه لوحده. وكده وسعت كده وهبدأ اني احط كده القرفة والسكر. اهم حاجة هنا يا جماعة اتأكد اني انا بقفل كويس جدا على السكر والقرفة، لاني لو مفتوحة هتبهدل الدنيا وممكن القرصة تتحرق من تحت. شايفين؟ علشان انا بجيب المرتاحة الاول بتعمل بسرعة جدا، بتتوسع معايا بسرعة تتفرد. فاهم حاجة تبقوا عارفين انتوا بادئين منين اهو بالشكل ده. هخلص كل الكمية ديت، هبدأ اني احشيهم كلهم. طبعا بتقدروا ما تحشوش، بتقدروا تحشوا عجوة ملبن اي حاجة بتحبوها. هخلص بقى كل الكمية وهرجع اوريكم انا عملت ايه. بعد ما خلصتهم بقى بالطريقة دي غطيتهم بكيس تلاجة علشان الوش بتاعهم ما ينشفش. وهبدأ اني افرد برضه، ابقى عارفة انا بادئة منين علشان اللي مرتاحة معايا هتفرد احسن اهو بالشكل ده. شايفين؟ بتفرد بسرعة جدا وحلوة مرتاحة يعني اهو. اخلص كل الكمية ونشوف. انا حطيت هنا ما شاء الله صينيتين اهم، وكمان الصاج ده ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة جدا. هغطيهم بقى لحد ما يخمروا تاني اهو زي ما انتوا شايفين. جبت بقى شوية كده من اللبن عليهم نسكافيه او المية براحتكم اي حاجة موجودة. وهبدأ اني اعمل ادهن الوش كويس جدا اهو بالشكل ده. وكمان انا خلصت كده وعندي بقى شوية كده من السمسم هرشهم. تقدروا ترشوا حبة البركة او اي حاجة بتحبوها. في الوقت ده انا بسخن الفرن كويس جدا وادخلهم على درجة حرارة متوسطة فوق وتحت لحد ما ياخدوا الوش اللي انتوا شايفينه الجميل ده. هغطيهم برضو بكيس التلاجة علشان يفضلوا دراي. شايفين اللون بتاعهم؟
طبعا درجة التسوية زي ما تحبوا. وده كان شكلهم يا جماعة. عملت حبة بالسمسم وحبة لأ، طبعا دي حاجة بتاعتكم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في لايك واشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.